السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده خلينا نتفق إن لو كل معرفتك دلوقتي عن الإعدام أو التعذيب إن هو الشنق، فأحب أقولك إن أنت ما حضرتش التعذيب اللي كان بيحصل في العصور الوسطى، لأن اللي كان بيحصل كان أكتر بشاعة من كده بكتير. في العصور الوسطى كان في طرق تعذيب بتدل إن الإنسان ده أكتر حاجة وحشية على كوكب الأرض، والحكومات بتاعة العصور الوسطى كانت بتتفنن في إنها تلاقي طرق تعذيب تخلي المتهم أو الضحية اللي هما بيعذبوها يتمنى الموت 100 مرة علشان يتخلص من العذاب اللي هو فيه. في مفكر يوناني اسمه تيرو كورال عاش في القرن الأول قبل الميلاد، كان عنده مقولة بتقول إنك تعاقب المجرمين بشكل مباشر ويموتوا في ساعتها عامل بالظبط كأنك بتاكل فاكهة من قبل ما تستوي، فزي ما انت لازم تسيب الفاكهة عشان تستوي لازم برضو تخلي المجرمين دول يتعذبوا في الأول قبل ما يموتوا. في فيديو النهاردة هنعرف شوية من الطرق اللي كانوا بيستخدموها زمان. أول طريقة كانوا بيستخدموها هي طريقة المنشار، والطريقة دي كانوا بيجيبوا الضحية يعلقوها من رجليها في السقف، وكانوا بيجيبوا منشار ويبدأوا يقطعوا ما بين رجليه لحد راسه، فالضحية ما كانتش بتموت في ساعتها لأنه هو مقلوب الدم كان بينزل لحد المخ، فبالتالي بيفضل عايش وبيقدروا يستلذوا بصرخاته وهو بيتعذب. لكن الصين كان ليها رأي تاني في الموضوع ده، كانت حنينة شوية، كانت بتجيب الضحية أو المتهم ويعلقوه من راسه ويبدأوا إن هما ينشروا من راسه لحد رجله فبيموت في ساعتها. تاني طرق التعذيب هي الفئران، وفي الطريقة دي كانوا بينيموا المتهم أو الضحية على ظهره وبيجيبوا مجموعة من الفئران يحطوهم على بطنه ويحطوا قفص فوق الفئران دي، ويجيبوا شوية جمر أو أي حاجة ملتهبة ويحطوها فوق القفص، فالهوا جوه القفص ده كله بيبقى سخن والفئران بتبقى عايزة تهرب منه وما بيفضلش قدامها غير حل واحد بس، إنهم يقعدوا يقرقضوا في لحم المتهم لحد ما يخرجوا من الناحية التانية. طريقة الطور النحاسي وبيتسمى برضو بالطور الصقلي، والطريقة دي عبارة عن إن في طور معمول من البرونز عمله واحد نحات وقدمه للملك علشان يقدر يعذب بيه المتهمين. والطريقة دي عبارة عن إن أنت بتحط المتهم جوه الطور من الباب اللي معمول له مخصوص وبتقفل عليه وبتسخن تحتيه لدرجة إن المتهم بيتحول لرماد، وبعدها بياخدوا العظم بتاعه ويعملوا منه غوايش وأساور يبيعوها في السوق. والطريقة دي اخترعها نحات من أثينا اسمه بريلوس الأثيني، ويقال إن بريلوس لما قدم الفكرة دي للملك علشان يجازي بيها المتهمين، الملك اتضايق قوي ساعتها لأن الطريقة دي وحشية جدا، فأمر إن هما يجيبوا بريلوس ويحطوه شخصيا جوه الطور. ويقال إن الملك ذات نفسه لما نزلوه من الحكم وتمت الإطاحة بيه هو كمان اتحط جوه الطور ده سنة 570. الطريقة الرابعة اسمها شوكة الهراطقة، والشوكة دي كانوا بيستخدموها عشان يجازوا أو يعدموا بيها الناس الملحدة. الطريقة دي استخدمتها محاكم التفتيش الأسبانية، وهي عبارة عن إن في شوكتين لازقين في بعض، واحدة منهم بتبقى عند زور المتهم والتانية بتبقى عند صدره، وبيبقى الشوكتين مرفوعين ومشدودين ببعض فيخلوا المتهم أو الضحية رافع راسه دايما لفوق، ولو حاول إن هو ينزل راسه أو يوديها يمين أو شمال الشوكتين دول بيتغرزوا في رقبته ويموتوه، وطبعا ايدين الاتنين بيبقوا مربوطين ورا ظهره. الطريقة دي استخدمتها أوروبا في القرون الوسطى علشان تحاكم بيها المتهمين بالكفر والهرطقة. طريقة تانية اسمها طريقة الحمار الأسباني أو الخازوق الهرمي، وده عبارة عن جهاز على شكل 8 بيقعد عليه المتهم أو الضحية ويفضل فاتح رجله، بيبقى عبارة عن كرسي مليان مسامير حادة، وما بيكتفوش بكده ويسيبوه، ده بيجيبوا حاجات تقيلة ويربطوها في رجلين الاتنين عشان تشده لتحت لغاية ما يتقسم نصين، وممكن توصل لأنهم يسيبوه بالأيام. والطريقة دي استخدموها في القرون الوسطى في أوروبا، وكمان استخدموها في ألمانيا لحد أواخر القرن التسعتاشر، وفي فرنسا وإيطاليا لحد سنة 1700. طريقة تانية من طرق التعذيب اسمها عجلة كاترين، والعجلة دي ليها أكتر من استخدام وتعتبر من أكتر الحاجات الوحشية اللي كانوا بيعذبوا بيها المتهم. تم اختراعها في اليونان في القرن التسعتاشر، وأول استخدام من استخدامات العجلة دي إنهم بيجيبوا المتهم ويربطوه على العجلة من بره ويطلعوا على أعلى صخرة ويحركوا العجلة دي لحد ما عظمه كله يتكسر. طريقة تانية من استخدامات العجلة بإنهم يثبتوها على الأرض ويخلوا الجنود يمسكوا مطارق وشواكيش وينزلوا ضرب في الضحية لحد ما يبهدلوها ويكسروا عظمها. وساعات كمان بيحطوا قضيب حديد جوه العجلة دي بحيث إنها تلف زي الشواية، ويعملوا تحتها شوية حطب ونار ويلفوا العجلة ويشووا الضحية على أساس إنها خروف، وبعدها يرموا اللحمة بتاعته للكلاب.
استخدام تاني من استخدامات العجلة دي إنهم يحطوا تحت العجلة مسامير وأدوات حادة ويخلوا العجلة تلف زي الشواية بالظبط، بس في الحالة دي بيقطعوا ويسلخوا جسم الضحية. انتوا متخيلين كمية البشاعة والغل والتفنن في التعذيب بتوصل بالناس لفين؟ طريقة كمان اسمها كسارة الصوابع، والكسارة دي عبارة عن حديد على شكل فكين، بيحطوا ايد الضحية جوه الفكين دول وبيبدأوا ينزلوا بيهم بالراحة خالص لغاية ما يدغدغوا الصوابع ويشوفوا لحمها وهو بيتقطع. والحقيقة الكسارة دي مش لصوابع الإيدين بس، في منها لصوابع الإيدين والرجلين وفي منها للكوع والركب. والطريقة دي اخترعها الجيش الروسي زمان علشان يعاقب بيها المتمردين، ومن بعدها دخلت لبريطانيا وباقي دول أوروبا. وفي طريقة تانية استخدمها زمان العرب في الجاهلية، وهي اسمها طريقة الأحصنة، وهي عبارة عن إن هما بيجيبوا الضحية ويخلوا رجلين الاتنين مربوطين في حصان، وقصاده من الناحية التانية ايدين الاتنين مربوطين في حصان مخالف ليه، وبعدين يأمروا الأحصنة دي إن هما يجروا عكس بعض بأقصى سرعة لحد ما يقسموا الضحية نصين. طريقة وحشية كمان كانوا بيستخدموها في القرون الوسطى وهي طريقة التابوت الحديدي، والتابوت المرعب ده استخدمته محاكم التفتيش في أسبانيا، وأسبانيا دي كانت متمكنة جدا الصراحة في طرق التعذيب. وفكرة التابوت ده صعبة جدا، هي عبارة عن تابوت مليان مسامير من جوه، وكل مسمار منهم محطوط بعناية ودقة كبيرة علشان ما يخترقش أي عضو حيوي من الأعضاء زي مثلا القلب أو الرئة، فبالتالي هيموتوا الضحية بسرعة وهم ما كانوش عايزين حاجة زي كده. والتابوت ده متبطن من جوه بخشب اسمه خشب الفلين، والنوع ده من الأخشاب بيعزل الصوت نهائي علشان ما فيش صوت من صريخ المتهم يطلع بره ولا صوت يدخله جوه. التابوت ده تم صنعه في ألمانيا وبعدها انتشر بشكل كبير جدا. طبعا كل اللي أنا قلته ده يعتبر جزء صغير ونبذة عن الطرق الوحشية اللي كانوا بيستخدموها في العصور الوسطى. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير عشان يوصل لغيرك، ولو مش مشترك تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. كان معكم فويس اوفر تسنيم شوقي، وبس كده، سلام.